اهلا بكم في درس جديد من دروس اونلاين. ان شاء الله في الدرس ده هنتعلم ازاي تقدر تتعلم فوتوشوب في 90 دقيقه، والمفروض كان 60 دقيقه ولكن الموضوع زاد شويتين. الكورس ده هيكون مفيد لناس كتيره جدا. لو انت اول مره بتتعلم برنامج فوتوشوب او حاولت تتعلمه قبل كده ومعرفتش او مليت من كتر الفيديوهات، ففي الفيديو ده حاولت ان انا اجمع كل المهارات الاساسيه لاي حد حابب يتعلمها في البرنامج في فيديو واحد، ومن غير ما يكون في تفاصيل ممله او حاجات مش ضروريه. وفي الفيديو ده جربت طريقه جديده، اني مش هروح لكل اداه واقول لك الاداه دي اسمها ايه وتستخدم في ايه، ولكن في المقابل هعلمك ازاي تعمل تاثير من A to Z. ومن خلال تعلمك للتاثير ده انت بتستخدم اكتر من اداه، ولو نجحت انك تعمل التاثير ده فانت اتعلمت مش اداه واحده، انت اتعلمت اكتر من اداه في نفس الوقت من غير ما تتعب نفسك في معرفه الاسماء والخصائص والاستخدامات. يعني بمعنى اصح هتتعلم من خلال الممارسه، وانا شايف ان مفيش طريقه افضل من الطريقه دي. الجدير بالذكر ان مش ده اول فيديو اعمله لتعليم اساسيات فوتوشوب. انا كنت عملت كورس قبل كده فيه 22 فيديو بالتفصيل بيتكلمك عن الاساسيات، ولكن لقيت ان الناس ممكن بتمل من الموضوع بسرعه بسبب كتر الفيديوهات، فحاولت ان دي اضغط الموضوع شويه واجمعه في فيديو واحد، اللي هو الفيديو اللي ان شاء الله هتتفرج عليه دلوقتي. وحاجه اخيره حابب اوضح لها، ان انت اهم حاجه في الموضوع كله هو التطبيق. يعني لو انت اتفرجت على 90 دقيقة من الأول للآخر من غير ما تطبق حاجة من اللي شفتها، فأنت كأنك ما اتفرجتش على أي حاجة. فمهم جدا كل ما تتعلم حاجة طبق أول بأول، من هنا إيدك هتتعود على الموضوع، والموضوع هيبقى أسهل بكتير لما بتطبق أول بأول. فلو أنت ما كنتش لسه سطبت البرنامج، فحاول تنزل البرنامج وتسطبه وتفتح البرنامج وبعدين تبدأ تتفرج على الفيديو. اتمنى ان شاء الله ان ال 90 دقيقه دول يكونوا مفيدين جدا وما يضيعوش ساعه ونص من وقتك كده هباء. وانجوي. اول حاجه معانا وهي واجهه البرنامج. طبعا بعد ما حملت البرنامج سواء من موقع رسمي او من اي منتدى او من التورنت وسطبت البرنامج وعملت الكراك وتفتح البرنامج لاول مره، فالبرنامج بيظهر عندك بالشكل ده من غير الصوره دي طبعا. هتلاقي بيئه العمل او الانترفيس او واجهه البرنامج ايا كانت عايز تسميها ايه متقسمه لشويه اجزاء. هتلاقي الجزء اللي على الشمال هنا في التول بوكس او صندوق الادوات، وده في الادوات اللي انت بتستخدمها في البرنامج، يعني ده ايدك ورجليك في البرنامج. الجزء اللي فوق هتلاقي متقسم لمنطقتين ما بينهم الخط ده. المنطقة اللي فوق فيها المنيو بار او شريط القوائم، وده ثابت في معظم البرامج، فايل، اديت، بالاضافة للفانكشنز اللي بتستخدمها في البرنامج. والجزء اللي تحته اللي هو الاوبشن بار، وده مهم جدا 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 لان ديت الاعدادات بتاعه كل اداة من الادوات. بمعنى انا دلوقتي مختار الموف تول، فبتلاقي هنا كل الاعدادات او الاوبشنز الخاصة بالموف تول. لو اخترت البرش تول هتلاقي ان البار ده اختلف وحط الاعدادات بتاع البرش تول، وكذلك لاي اداة. لو اخترت مثلا الجريدينت تول هتلاقي الاوبشنز اتغيرت، وان شاء الله هنتعلم الادوات والاوبشنز بتاعتهم كمان شوية. مش هنروح لكل اداة ونقول لك اسم الاداة دي ايه والاختصار بتاعها والكلام ده، لان الموضوع هيبقى ممل جدا، ولكن من خلال الممارسة وهنستخدم تقريبا معظم الادوات وهتتعرف على استخدام كل اداة. جدير بالذكر ان ديت مش كل الادوات اللي في البرنامج. لو لاحظت هتلاقي فيه سهم صغير كده على اليمين تحت موجود في تقريبا كل التولز ما عدا الموف تول، وعشان ده معناه ان في ادوات مستخبيه في الاداه ديت. بمعنى ان انت لو ضغطت وسحبت لبره كده هتلاقي فيه اداتين هنا. لو مثلا ضغطت وسحبت لبره كده هتلاقي فيه تقريبا 4 ادوات هنا. فديت مش كل الادوات اللي في اللي انت شايفها ديت مش كل الادوات اللي في البرنامج، في ادوات مستخبيه تحت كل اداه. جميل. وهتلاقي برضو ان كل مجموعه من الادوات متقسمه في بلوك او في مستطيل. لو لاحظت هتلاقي اول 6 ادوات مثلا ما بينهم في فاصل هنا اهوت، وكذلك الشويه اللي تحتهم فيهم فاصل والشويه اللي تحتهم فيهم فاصل. تقريبا بيجمع لك كل الادوات المتشابهه في جزء معين برضو عشان ما تتوهش كتير. تمام. ده بالنسبة للتول بوكس وبالنسبة للبارز اللي فوق. على اليمين هنا هتلاقي فيه شوية بانلز. انا عارف ان الجزء ده من البرنامج يعني شرح الواجهة ممل الى حد ما، ولكنه مهم جدا جدا لانه بيعرفك الدنيا ماشية ازاي. فلو انت اصلا يعني استخدمت البرنامج قبل كده وعارف الدنيا،
قدم الجزء ده وابتدي من الجزء اللي بعد كده. ولكن لو انت اول مره بتتفرج على شرح البرنامج فوتوشوب او اول مره هتستخدم فوتوشوب وعايز تعلمه، فالجزء ده ضروري جدا جدا بالنسبه لك. نرجع للشرح. على اليمين هنا هتلاقي شويه بانلز كده تحت بعضهم، وفي تابز في كل واحده هنتعرف عليهم ان شاء الله كمان شويه. وفوقهم هتلاقي في كلمه essentials ديت دروب داون منيو او قائمه منسدله زي ما بيتقال باللغه العربيه. لو ضغطت عليها هتظهر لك شويه حاجات تحتها. فلو مثلا لو اخترت موشن تلاقي في تايم لاين ظهر هنا، والويندوز او التابز اللي هنا اتغيرت وشكلها اتغير، وكمان في حاجات اضافيه ظهرت هنا. لو ضغطت على ديت واخترت مثلا فوتوغرافي هتلاقي تايم لاين ده اتشال، وبرضو الحاجات اللي هنا اتغيرت وحاجات من هنا انضافت وحاجات اتشالت. فديت واجهات برنامج معدة مسبقا. يعني ايه معدة مسبقا؟ يعني شافوا ان الحاجات ديت مناسبة لاستخدام معين. الواجهة ديت مناسبة للمصورين، الواجهة ديت مناسبة للتحريك او لعمل الجيف ايمجز، الواجهة ديت مناسبة لمعظم الحاجات اللي هي الاسينشالز ديت. بالاضافة ان انت ممكن تظهر وتخفي ويندوز اضافية من خلال قائمة ويندو. لو ضغطت على ويندو ومثلا عملت تشيك على colors هتلاقي colors ظهرت هنا. عملت تشيك مثلا على notes هتلاقي في حاجة إضافية ظهرت هنا، وهكذا. طيب الحاجات دي، هل دي الحاجات دي أماكنها ثابتة؟ لا طبعا، أماكنها مش ثابتة. ممكن تسحب دي كده وتحطها هنا، ممكن تسحبها وتحطها كتاب إضافي هنا، ممكن تسحب دي كلها كده وتحطها هنا، تسحب دي وتحطها هنا، ممكن تقفل دول خالص وتسيب الحتة ديت نضيفة كده لللايرز والكلام ده بس. ولكن لو انت بوظت الدنيا او شلت حاجات ومش عارف ترجعها ازاي، فبتروح للسينشالز وتضغط عليها او ايا كان الورك سبيس اللي انت شغال عليها وبتختار ريسيت essentials تلاقيها رجعت زي الاول. كفانا حديث عن واجهة البرنامج، ونتعلم حاجة بقى على ارض الواقع. الحاجة ديت هي ازاي تقدر تفتح صورة في برنامج فوتوشوب، او ازاي تعمل مشروع جديد في برنامج فوتوشوب، وازاي تسيف الصورة او المشروع بعد ما تعمل عليهم اي تأثير. هنروح على فايل، والحاجتين اللي انت بتعملهم في البرنامج هي نيو او اوبن. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ لو ضغطت على اوبن فانت بيديك خيار انك تفتح صورة موجودة عندك على الجهاز. فلو فتحنا الصورة ديت هتلاقيها ظهرت عندك في البرنامج هنا. تمام. عايز تعمل زوم على الصورة ولا حاجة هتلاقي فيه ماجنيفاينج جلاس هنا او الزوم تول هنا، تضغط عليها وبتضغط يمين كده بتعمل زوم، شمال تعمل زوم اوت، يمين زوم ان، شمال زوم اوت. طيب انت دلوقتي عايز تعمل زوم ان وزوم اوت بالبكرة، يعني كلنا متعودين لما تفتح اي صورة وتعمل بالبكرة لقدام كده بيعمل زوم ان، وعايز برضو تستخدمها هنا في البرنامج. ديت محتاجة انك تروح تعدل شوية اعدادات، وهي كالتالي: بتروح ل edit، وبعدين بتنزل تحت ل preferences، وبعدين بتروح ل general. من general هتلاقي zoom with scroll wheel تعمل عليها check، وبعدين بتروح تعمل اوكي. دلوقتي لو عملت بالكاميرا هتلاقي بيعمل زوم ان وزوم اوت. وانا شايف ان ديت حاجة مهمة جدا جدا، لانك مش كل شوية عايز تعمل زوم ان وزوم اوت هتروح على الزوم تول. فزوم ان وزوم اوت بالبكرة بالطريقة اللي انا قلت لك عليها ديت. تمام. فدي اول طريقة لفتح اي حاجة في برنامج فوتوشوب. طيب الطريقة التانية وهي انك تعمل نيو بروجكت. يعني ايه الفرق ما بين انك اوبن وما بين نيو بروجكت؟ في نيو بروجكت بيديك مساحة انك تحدد حجم الفايل بتاعك او حجم البروجكت بتاعك، الباك جراوند، ممكن تكبر الحجم تصغر الحجم، بيديك امكانيات كبيرة جدا. فلو رحت لفايل نيو، اسم البرنامج مثلا، اسم المشروع مثلا او البروجكت احمد، الويدث انت ممكن في البداية تلاقيه بالسنتيمترز، فبتختار الوحدة اللي تريحك يعني، بس الافضل هي البيكسلز. مثلا بتدخل العرض والارتفاع، وريزولوشن برضو بيكسل بر انش، ف 72 ده الستاندرد. ممكن تخليها 100 او 300 لو انت عايز الصورة تكون جودتها عالية قوي. الكالر مود RGB اللي هو ريد جرين بلو، و 8 بت. الباك جراوند تخليها بيضة او سوداء او ترانسبيرنت اللي هي شفافة معلهاش اي حاجة، فهنخليها بيضة معانا ونضغط اوكي. هتلاقيه فتح لك المشروع بتاعك هنا
بالشكل ده. طبعا انت ممكن بقى تستخدم البراش تول، تعمل اي حاجة، تغير اللون بس عشان تخليه اسود، وتعمل اي حاجة انت عايزها بالبراش تول. تمام. طيب احنا دلوقتي فتحنا المشروع بتاعنا او فتحنا الصورة بتاعتنا وعملنا اي حاجة عليها كده، يعني رسمنا اي حاجة كده بالشكل ده، وعايزين نسيف الكلام اللي احنا عملناه ده. هنسيفه ازاي؟ تروح على فايل save for web، هتظهر لك الواجهة ديت. هي الصورة بتاعتي كبيرة شوية، يعني الحجم بتاعها 5000 تقريبا في 3000 بكسل، لانها متصورة بكاميرا بروفيشنال. ف يعني فتحها في السيف فور ويب وكمان تسييفها بياخد شوية وقت، ده طبعا بيعتمد على امكانيات الجهاز اللي عندك. فديت الواجهة اللي من خلالها بتسيف الصورة. ناخدها من تحت بس عشان تشوف الدنيا ماشية ازاي. هنا مكتوب لك جيف وحجم الصورة وتقريبا حجم رفع الانترنت. تمام. تحت هنا هتلاقي مكتوب 100%. 100% يعني ان الصورة تظهر في الويندو ديت بأبعادها الكاملة. طبعا أبعادها كبيرة فبيظهر لك جزء بسيط جدا منها، ولكن لو ضغطت هنا وكتبت fit in view تظهر لك كامل الصورة بالحاجات اللي احنا عملناها عليها. تمام. فنطلع فوق تاني، هتلاقي البريسيتس unnamed ملناش دعوة بيها، او لو ضغطت عليها هتلاقي شوية حاجات كده مش مهم. الصيغة هنا هي ديت الشيء المهم، ممكن تسيفها جيف او JPEG او PNG8 او PNG24. تمام. ايه الفرق ما بين ده كله؟ ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده كمان شوية، ولكن تعاملنا على الانترنت عامة بيبقى JPEG لان حجمه صغير وجودته بتبقى كويسة. بنختار الجيبيج زي ما قلت لك. البروسيسنج بتاع الصورة بياخد وقت شوية لان الصورة حجمها كبير. هنا الكواليتي لو ميديوم هاي فيري هاي ماكسيمم على حسب برضو الجودة اللي انت عايزها، فنخليه هنا ميديوم عشان بس الصورة حجمها كبير. وبعدين حاول تلعب في الاعدادات ديت براحتك، يعني عشان تعود ايدك على البرنامج. وبعد ما بتخلص الحاجات اللي انت عايز تعملها بتضغط على سيف. بيقول لك عايز تسيفها فين، فاحنا هنسيف على الديسكتوب. 1 سيف. بعدين لو بصينا على الصورة هتلاقيها اتسيفت هنا كمنتج نهائي او كصورة نهائية تقدر ترفعها على الانترنت، تقدر تستخدمها في مشاريع بعد كده. الجزء ده احنا اتعلمنا واجهة البرنامج، اتعرفنا على الواجهة، واتعرفنا برضو على ازاي تغير الواجهة وازاي تعدلها وازاي تضيف حاجات للبانلز ديت، وازاي لو انت لخبطت الدنيا تعدلها، وكمان ازاي تقدر تفتح صورة في برنامج فوتوشوب تعمل عليها اي حاجة وتسيفها كصورة تقدر تستخدمها بعد كده. ودلوقتي ان شاء الله هنتعلم المهارات الاساسيه لبرنامج فوتوشوب، يعني الحاجات اللي معظم الناس بتستخدمها على طول في التعديل على الصور، وهي تغيير ابعاد الصوره، عمل كروب او قطع لجزء معين من الصوره، وعمل روتيشن او دوران للصوره. هنتعلم ازاي هنعمل الكلام ده دلوقتي. في البدايه هنفتح الصوره اللي هنطبق عليها التعديل. هنا بنروح لفايل وأوبن، أو الشورت كات أو الاختصار اللي هو كنترول أو، فبنضغط على أوبن وبعدين بنفتح الصورة اللي احنا عايزينها، ولتكن الصورة ديت. طبعا هو بيحمل لأن حجم الصورة كبير شوية. تمام. بتفتح الصورة عندنا في واجهة برنامج فوتوشوب. دلوقتي احنا عايزين نعرف الصورة ديت أبعادها كام، فبتروح ل Image وبعدين بتروح ل Image Size أو الشورت كات اللي هو Alt Control I، تضغط عليها. بيقول لك ان الصورة ديت العرض بتاعها 2000 بكسل و 1333 بكسل. ممكن يكون بوحدات تانية زي ما قلت لك، ممكن تكون بالسنتيمترز او بالمليمترز او بالبوينتس او بايا كان من الوحدات ديت. فانت الوحدة المتعارف عليها في التعامل على الويب هي البكسلز، ف 2000 بكسل في 1333. ممكن من القائمة ديت تغير ابعاد الصورة، يعني مثلا انا عايزها 1280. هو تلاقي الهايت اتغير معاك ليه؟ لانك رابط العرض
بالطول بحيث انها تحافظ على نفس البروبورشن او نسبة الطول للعرض. ولكن ولنفترض ان انا عايز اغير حجمها، اغير في الطول واغير في العرض. ماشي، هي كانت 2000 هخليها انا 1000، وعايز ديت 800. هتيجي تكتب 800 هتلاقي ال1000 بقت 1200. فازاي هنقدر نعدل الكلام ده؟ لو لاحظت هتلاقي في حاجه زي القفل هنا معموله، لو ضغطت عليها هتلاقي الخط اللي كان رابط الطول بالعرض اتشال. دلوقتي لو قلنا 1000، ال 800 ما اتغيرتش وتنيتها 800، وممكن انا اغير في ال 800 برضو وال1000 مش هتتغير. وبعدين بتضغط اوكي هتلاقي الصوره اتغيرت معاك. طيب ولنفترض ان انت عايز تتراجع عن الامر ده وناسي اساسا ابعاد الصوره الاصليه كام، فبتضغط كنترول زد هتلاقي ان الصوره رجعت لابعادها الاصليه. طب ولنفترض ان انت عايز تتراجع خطوتين عن حاجه انت عملتها، بتضغط كنترول الت زد بيرجع لك عدد لا نهائي من الخطوات. او ممكن في خطوه تانية وهي انك بتروح للهيستوري بانل، ودي بيكون فيها كل او مش كل عدد معين من الاوامر انت عملتها في برنامج فوتوشوب متسجله هنا. عايز تتراجع عن اي واحد بتضغط على الامر اللي قبله. ولنفترض برضو ان احنا غيرنا حجم الصوره دلوقتي image size وخليناها مثلا 1000 زي ما قلنا، وهنخلي ديت 700 المره دي ونقول اوكي. عايزين نتراجع عن الامر ده كنترول زد، او بتروح للهيستوري بانل هنا هتلاقي ايمج سايز، لو ضغطت على اوبن هتلاقيه تراجع عن الامر ده، لو ضغطت على ايمج سايز تاني هتلاقيه طبق الامر ده. مهمه جدا الهيستوري بانل، ولو ما كانتش ظاهره عندك بتروح على ويندو وتضغط على هيستوري بتلاقيها ظهرت هنا. تمام، ده بالنسبه لتغيير ابعاد الصوره. طيب بالنسبه لعمل كروب للصوره، يعني مثلا انا عايز اقطع الصوره ديت من هنا، فبنروح لحاجه اسمها الكروب تول اللي هي هنا. والكروب تول الشورت كات بتاعها حرف السي. يعني لو انا مثلا كنت في الموف تول وعايز اروح للكروب تول من غير ما اروح اضغط عليها في القائمه هنا، بضغط حرف السي هتلاقي المؤشر حجمه شكله اتغير، وتلاقي فيه مستطيل كده اترسم حوالين الصوره. دلوقتي انا عندي خيار من الاثنين، اما ان انا اروح عند احد الجوانب واقعد اشد كده لحد ما اوصل للجزء اللي انا عايزه، او ان انا ممكن ارسم ويندو بالشكل اللي انا لو طلعنا من الامر ده ارسم ويندو للحته اللي انا عايز اعمل لها كروب بهذا الشكل. هتلاقيه رسم لك المستطيل على الحته اللي انت عايز تعمل لها كروب. وبعد ما توصل للنتيجه اللي انت عايز تطبقها، اما انك بتروح تعمل علامه صح هنا، او بكل بساطه بتضغط انتر هتلاقي ان الصوره اتعمل لها كروب او قطع للجزء ده بس. ولنفترض ان انت عايز تتراجع عن الامر ده، قلنا كنترول زد مره، كنترول زد مره تانية بتلاقيه بيدخلك في لوب او في حلقه مفرغه انه بيتراجع عن الامر وبعدين بيعمل امر تاني. ولكن لو ضغطت كنترول الت زد هتلاقيه بيتراجع عن كذا امر. او زي ما قلنا انك بتروح عند البانل هنا بتلاقي ايمج سايز كروب، عايز ترجع للايمج سايز وعايز ترجع للاوبن ان الصوره لسه ما طبقتش عليها اي تاثير. تمام، يبقى احنا كده اتعلمنا دلوقتي ازاي تقدر تغير حجم الصوره من ايمج سايز، واتعلمنا ازاي تعمل كروب من خلال الكروب تول والاختصار بتاعها حرف السي. ان انت ممكن تغير ده كده وتضغط انتر فيعمل لك كروب للجزء ده من الصوره. عايز تتراجع كنترول زد، او انك بتروح على الهيستوري بانل هنا. تمام، دلوقتي عايزين نتعلم ازاي نعمل روتيشن للصوره. روتيشن للصوره بتتبع معايا الخطوات التاليه. بتروح ل edit هتلاقي عندك free transform وtransform. احنا على طول بنختار الفري ترانسفورم، ولكن لو جيت تضغط عليها هتلاقيها مش مفعله وما ينفعش انك تختارها. وده ليه؟ لان الصوره هنا معمول عليها قفل، فعايزين احنا نتخلص من القفل ده. بكل بساطه بتقوم ضغط على القفل ده وتسحب ترميه في الزباله كده الصوره اتفتحت. او انك بتعمل دبل كليك وبعدين بتضغط اوكي بتلاقي الصوره اتفتحت. دلوقتي الصوره بقت حره الحركه وتقدر تتحكم فيها تحكم كامل. احنا ودينا الصوره بعيد، نضغط كنترول زد او كنترول الت زد عشان يرجعنا للمكان الاصلي للصوره. وبعدين بنروح ل edit free transform هتلاقي عمل لك مستطيل جميل جدا حوالين الصوره، والمستطيل ده من اهم الحاجات اللي هتتعامل معاها في برنامج فوتوشوب.
لانك بتستخدمه كتير جدا جدا جدا، لان مميزاته والحاجات اللي بيقدر يعملها غير متناهية. فدلوقتي لو لاحظت هتلاقي لما تيجي عند احد الجوانب وبتحركه لجوه ولبره بتغير حجم الصورة. دي خاصية من دي احد الخصائص، ولكن ممكن الصورة يعني تعمل منك كده او تعمل منك كده، وده شيء سيء جدا. فالافضل ان انت لو رحت على احد الجوانب وغيرت حجم الصورة، قبل ما تروح عند احد الجوانب تضغط وتتنيك ضغط على شيفت، وبعدين بتضغط وتصغر وتكبر حجم الصورة. الصورة بتتنها محافظة على البروبورشن بتاعها او نسبة الطول للعرض. ده بالنسبة برضو لتغيير حجم الصورة. طب انا عايز دلوقتي اعمل روتيشن للصورة او دوران. لو لاحظت انك لو طلعت بره كده هتلاقي شكل السهم اتغير لسهمين كأنهم بيعملوا حاجة زي الدوران، ولو ضغطت ولفيت هتلاقي الصورة بتتلف معاك. ده بالنسبة للدوران. وبعد ما بتخلص التأثير اللي انت عايزه تعمل علامة صح او بتضغط انتر. ده بالنسبة للدوران. دلوقتي احنا دورنا الصورة وعايزين نعمل لها سيف. هتروح على فايل سيف فور ويب، هتلاقي ان الصورة هنا ظهرت عندك. عايز تشوفها كلها بتضغط على fit in view، بيجيب لك الصورة بهذا الشكل. زي ما قلنا انك ممكن تسيفها JPEG، لكن هو بيحط لك خلفية هنا بيضة، او انك بتسيفها PNG. الفرق ما بين الاتنين اللي PNG بيدي لك الخلفية ديت شفافة، بمعنى ان انا لو سيفت الصورة دلوقتي سيف على الديسكتوب، هنقول مثلا 3 سيف، وجيت افتح الصورة، هتلاقي ان مفيش خلفية بيضة هنا، هي الصورة ومفيش خلفية بيضة. ولكن لو جيت تسيفها JPEG فايل سيف فور ويب واخترت JPEG وقلت سيف، هنقول برضو 3 برضو سيف، وجينا نفتحها هتلاقيه حط لك خلفيه بيضة في الصوره. فده فرق كبير جدا ومهم جدا لازم تاخد بالك منه. الفرق ما بين JPEG وBNG ان الJPEG بيحط لك خلفيه بيضة في الاماكن الفاضيه اللي في الصوره، ولكن الJPEG ما بيحطلكش اي خلفيه بيضة، وتقدر تفتح الصوره ديت وتستخدمها في ملفات تانية من غير ما تضطر انك تشيل الخلفيه البيضاء. تمام. في الجزء ده من الشرح اتعلمنا الاساسيات بتاعه برنامج فوتوشوب، وهي ازاي تقدر تغير ابعاد الصوره، وازاي تقدر تعمل لها روتيشن، وازاي تقدر تعمل لها كروب او قطع لجزء معين منها. كمان اتعلمنا حاجه مهمه جدا جدا في البرنامج، وهي الفرق ما بين انك تسيف صوره JPEG والBNG. تمام. ودلوقتي هنتعلم الكتابة في برنامج فوتوشوب أو الكتابة على الصور باستخدام برنامج فوتوشوب. في البداية ممكن نعمل نيو بروجكت، إن احنا بنروح لفايل ونقول نيو. الأبعاد بنختار أي أبعاد، وفي حالتنا ديت 1280 في 720. ريزولوشن خليها مثلا 100 كنوع من التغيير، ونقول أوكي. هيفتح لنا خلفية بيضة زي ما احنا اخترناها، وهتظهر هنا الباك جراوند. طيب دلوقتي احنا عايزين نكتب في المساحة البيضة ديت. عشان تكتب في برنامج فوتوشوب انت قدامك خيارين، اما انك تروح للتكست تول اللي هي حرف التي هنا، او انك بتضغط حرف التي على الكيبورد فبتتحول الماوس لعلامة الكتابة او اداة الكتابة، وبعدين بتضغط في اي مكان وتكتب زي مثلا احمد ابو زيد. لو لاحظت هتلاقي ان الكتابة ممكن تمتد الى ما لا نهاية خارج حدود المشروع بتاعنا اصلا او البروجكت بتاعنا. فهتتحكم في اعدادات الكتابة من الاوبشن بار اللي فوق هنا، زي ما قلنا في اول الشرح خالص ان الاوبشن بار ده بيتغير حسب تغير الاداة اللي انت مختارها. ففي حالتنا ديت التكست تول هتلاقي كل الخصائص المرتبطة بالتكست تول، وفي الحالة ديت عايزين نصغر الخط شوية. فالتعامل مع برنامج فوتوشوب من ناحية الكتابات عامة زي التعامل مع الوورد بالظبط. يعني لو حددنا الكتابة هنلاقي هنا في حجم الكتابة، ممكن تقف على علامة التي ديت وتروح يمين شمال فيصغر لك، او يمين فيكبر لك، او ان انت ممكن تكتب مثلا 100 وتقول له انتر يصغر لك حجم الكتابة. ممكن كمان
تغير لون الكتابة. يعني مثلا لو لاحظت هتلاقي فيه هنا لون الكتابة، لو ضغطت عليه ممكن نغير لون الكتابة للون اللي انت عايزه من الكالر بانل ديت وتقول له اوكي. طيب احنا عايزين نغير الفونت، تختار برضو الكتابة، وبعدين بتلاقي من الدروب بانل هنا الفونتات اللي متسطبة عندك على الجهاز، وبتختار منها الفونت اللي انت عايزه. مثلا هنقول ده، وهكذا دواليك. يعني الموضوع سهل جدا، ولو انت بتقدر تستخدم وورد فده هيوفر عليك شوية مجهود في التعامل مع برنامج فوتوشوب من ناحية الكتابة. طيب انا دلوقتي عايز احرك التكست بتاعتي او الكتابة بتاعتي لنص البروجكت هنا. تحريك، فهنختار الموف تول، فهنروح للموف تول وهنختار الكتابة بتاعتنا ونسحبها ونحطها في نص البروجكت كده. طيب دلوقتي انا عايز اعمل شوية تأثيرات على الكتابة بتاعتي، زي مثلا عايز اعمل لها كيرف كده، عايز اكبر الطرف اللي في الاول هنا واللي في الاول هنا، واصغر اللي في النص هنا، اديله ايحاء العمق كده. عايز احط شادو للكتابة بتاعتي. كل الحاجات دي هنتعلمها دلوقتي، ولكن في البداية هنختار تكست تول ونحدد الكتابة بتاعتنا، وبعدين هتلاقي فيه هنا علامة حرف التي وعليه كيرف كده او تحته كيرف كده، بتضغط عليه بيفتح لك الورب تكست ويندو، وديت بتقدر تعمل من خلالها تأثيرات مذهلة بكل بساطة. انت بتلاقي فيه هنا الستايل قصاده نون، تضغط عليها بيظهر لك كل الاشكال ديت. ممكن تخليها ارك لور، ارك ابر، والحاجات دي ممكن تجربها كلها. احنا طبعا مش هنجربها واحدة واحدة، ولكن هعرفك هوريك حاجة زي مثلا الارك. هتلاقي ان الكتابة خدت شكل الارك او الكيرف ده، وتقدر تتحكم في الكيرف ده من خلال الخصائص او البارز ديت، انك بتحركه مثلا كده وكده. الهورايزن ديستورشن كده وكده زي ما قلت لك، ممكن تكبر هنا وتصغر هنا. الفيرتيكال ديستورشن كذلك. فمن خلال البانل دي، وبعد ما تخلص طبعا بتضغط اوكي، من خلال البانل دي بتقدر تعمل تأثيرات مذهلة على التكست بتاعتك. طيب انا عايز اتراجع عن الامر ده، عايز ارجع التكست بتاعتي للاول. زي ما قلت لك قبل كده، ممكن تروح للهيستوري بانل، هتلاقي ترجع خطوة هترجعك لنفس الخطوة اللي قبل كده. ممكن نجيب التكست بتاعتنا في النص زي ما قلنا. فدي من اهم الحاجات اللي ممكن تتعلمها، وحاجات بسيطة جدا ممكن تعمل بها تأثيرات مذهلة، هي ال create warp text button ده تقدر تعمل من خلاله حاجات مذهلة. طيب دلوقتي انا عايز اعمل شادو، وعايز اعمل ستروك حوالين الكتابة بتاعتي، وكل التأثيرات اللي انت ممكن تشوفها في الكتابات اللي بتظهر على الصور. طيب دلوقتي دول الحاجات دي هنجيبها منين؟ هنروح للموف تول، هتلاقي في بار تحت هنا في شوية حاجات اللي احنا عايزينها، اللي هي الاف اكس او الافكتس، ولكن لما تيجي تقف عليها هتلاقي ان الماوس تغير شكل، انت مش ما تقدرش تختار الافكتس او اللاير ستايل ديت. ليه بقى؟ لانك ما انتش مختار لاير، او ما انتش مختار الحاجة اللي انت هتطبق عليها التأثير. طيب الحاجة اللي انا هطبق عليها التأثير هي الطبقة دي، طبقة الكتابة. ليه؟ يعني انا واقف عليها اهوت، بس انت ما اخترتهاش، فلازم تختارها من اللاير بانل هنا. فهتقف على احمد ابو زيد او الكلام اللي انت كاتبه، هتلاقي ان الاف اكس او اللاير ستايل اتفعلت. فلو ضغطت عليها هتلاقي فيه شوية حاجات جميلة جدا هنا، ولكن مش هنروح خلالها كلها عشان وقت ما نوسعش بس وقت الفيديو. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل مثلا ستروك. هتختار على ستروك، هتلاقي اضاف لك ستروك كده او اطار اسود حوالين الكتابة. طيب انا عايز الاطار بتاعي ما يكونش اسود، وعايز اغير حجمه. هتلاقي كل الحاجات ديت في الجزء ده من الويندو، والويندو ديت سيستماتيك وبكل سهولة. لو قدرت تفهم واحدة هتفهم الباقي. هنا لو وقفت على ستروك هتلاقي خصائص الستروك اللي عندك، زي السايز. لو غيرت في السايز هتلاقي حجمه بيتغير بهذا الشكل. طيب البوزيشن اوتسايد ممكن تخليه انسايد، ولو قللت الحجم شوية هيبان التأثير انه عمل الستروك انسايد جوه الكلام. لو رجعناه اوتسايد تاني هتحس بالفرق. البلندنج مود مش هنتدخل فيه دلوقتي. الاوباستي برضو درجة وضوح الستروك، لو 0 مش هيبان خالص، لو 100% هيبان بالكامل. الكالر ممكن تغيره، مثلا ممكن نخليه احمر، ممكن نخليه اخضر، ممكن نخليه اي لون انت عايزه.
في الحالة دي هنخليه اسود زي ما هو ونقول اوكي. طيب انا عايز اشوف التأثير الكلام بتاعي من غير التأثير. هتلاقي فيه علامة تشيك كده على ستروك، لو ضغطت عليها هتلاقي التأثير بتاعك راح، ضغطت عليها تانية التأثير ظهر. طيب دلوقتي انا عايز اعمل شادو للكلام بتاعي او ظل للكلام بتاعي. هتدور في الستايل ديت هتلاقي دروب شادو اخر حاجة، ضغطت عليها هتلاقي علامة تشيك ظهرت عليها والظل ظهر هنا. طيب انا عايز اغير اعدادات الظل ده، هتلاقي الاعدادات بتاعته كلها في الجزء ده. البليندنج مود مش هنتدخل فيه دلوقتي برضو. الاوباستي كذلك هتلاقي في 60%، ممكن تكبرها ل100% او ممكن تصغرها للدرجة اللي انت عايزها. الانجل دي برضو لو قعدت تلف فيها كده هتلاقي الشادو بيتغير معاك، ممكن تخليه فوق، ممكن تخليه تحت، ممكن تخليه في اي اتجاه انت عايزه. الديستنس وهو بعد الشادو عن الكلام بتاعك، ممكن تكبرها وتدي عمق للحاجة كده، او ممكن تصغرها خالص بحيث ان هو يبان وراه على طول. السبريد ممكن تخليه واضح قوي او ممكن تخليه الى حد ما خفيف. السايز كذلك ممكن تكبره على الاخر او ممكن تخليه حاجة محددة كده. ممكن يعني تغير في الاعدادات ديت براحتك، وحاول انك تشوف كل تأثير من التأثيرات ديت بيعمل ايه، وهي حاجة سيستماتيك زي ما قلت لك. وبعد ما بتخلص بتقول اوكي. هتلاحظ هنا احمد ابو زيد اللي هي الكتابة اللي مكتوبة هنا تحتها الافكتس المطبقة عليها، عندنا الستروك وعندنا الدروب شادو. طيب انا عايز اشيل الكلام ده مؤقتا، مش هشيله نهائيا. هتلاقي فيه علامة عين جنبه كده، لو ضغطت على العين ديت هتلاقي التأثير اختفى مؤقتا ولكنه لسه موجود، بدليل انت لو ضغطت مكان العين دي تاني هتلاقي التأثير ظهر. لو ضغطت برضو على العين اللي على ستروك دروب شادو هتلاقي كل التأثيرات اختفت. تمام. فلازم يعني تجري ايدك على الموضوع ده وتمرن ايدك وتخش في الافكتس كلها واحدة واحدة وتشوف كل تأثير بيعمل ايه بالظبط. طيب دلوقتي انا خلصت البروجكت بتاعي وعايز اعمل له اكسبورت او عايز اسيفه كصورة اقدر استخدمها مثلا على النت او استخدمها اعملها خلفية او ايا كان. ولكن حابب ان انا برضو اعلمك حاجة بسيطة جدا، بما اننا عايزين نسيف الصورة ديت فعايزين نسيفها بشكل كويس. عايز الباك جراوند البيضاء كويسة وكل حاجة، ولكن مش ما فيهاش اي حاجة انترستنج، فعايزين نخلي الموضوع مثير للانتباه شوية. فهنعمل gradient background. الجريدينت باك جراوند هنستخدم فيها الجريدينت تول. الجريدينت تول هتلاقيها تحت اداة الايزر تول او الممحاة اللي هي هنا، هتضغط عليها هتلاقي الاوبشن بار طبعا اتغير. لازم تتعود ان انت مجرد ما تضغط على اي اداة عينك تروح على الاوبشن بار على طول وتشوف الاعدادات بتاعت الاداة ديت. فهتلاقي هنا اللونين اللي هنعمل بيهم الجريدينت، وهتلاقي فيه هنا انواع الجريدينت اللي احنا هنستخدمها. ممكن الديفولت بتاعك يكون اول واحد على الشمال ده اللي هو لينير، احنا عايزينه راديال فهتضغط على راديال ديت او التانية او اللي هي دايرة منورة ديت. المود والاوباسيتي والكلام ده مش هنغير فيه حاجة. دلوقتي لو جيت برضو تلاحظ هتلاقي ان علامة الماوس تقول لك ما تقدرش تعمل الكلام ده هنا، لازم تعمل لاير جديدة. يعني ايه لاير والكلام ده هنتعرض له كمان شويه، ولكن لو انت بتتابع وبتطبق معايا خطوه بخطوه فاعمل الكلام اللي انا هعمله دلوقتي. هتروح على تحت هنا هتلاقي فيه علامه جنب علامه السله اللي هي اللاير، فبتضغط عليها هتلاقي فيه طبقه جديده انضافت فوق خالص. تمام، هنسيبها فوق زي ما هي مش هنغير مكانها دلوقتي. وبعدين هتقف في نص المشروع بتاعك وتضغط وتسحب لبره لحد مثلا طرف المشروع كده، هتلاقيه عمل تأثير البشع ده وده لاننا ما اخترناش الالوان المتناسقة. فهنتراجع عن الموضوع ده ان احنا بنضغط كنترول زد فبيتراجع نهائيا. وبعدين هتلاقي فيه لونين هنا، ولو لاحظت هم دول اللونين اللي ظهروا معانا، اول لون ظهر في النص واخر لون ظهر في الاطراف بالشكل ده. اول لون اللي هو الاحمر ظهر في النص واخر لون اللي هو الازرق ده تقريبا ظهر في الاطراف. فهنتراجع عن الكلام ده ونخلي اللون الازرق ده حاجة احمر مثلا غامق شوية ونقول له اوكي، ونخلي اللون الاحمر ده حاجة فاتحة شوية بالشكل ده، بالشكل ده مثلا. وبعدين هنقف في نص المشروع ونضغط ونسحب لبره، هتلاقي عمل تأثير رائع جدا جدا. وتلاقي بتشوف الخلفيات دي كتيرة جدا جدا، وممكن تكون نفسك تعمل حاجة زيها بس مش عارف. هي
جريدينت تول ديت هي اللي بتعمل التأثير الجميل ده. فلو لاحظت هتلاقي ان الطبقة الجديدة ديت ضغط على المشروع كله، مش ظاهر الكلام اللي احنا عملناه، وده لانها فوق كل الكلام ده. ولكن لو ضغطت وسحبتها تحت فوق الباك جراوند على طول، او تحت احمد ابو زيد الكلام، فالكلام هيبقى فوقها، فالكلام هيظهر بالشكل ده. طيب انا غيرت رأيي دلوقتي وعايز الكتابة تكون بيضة والستروك يكون اسود زي ما هو، فهنغير لون الكتابة ازاي؟ تمام، هنروح على التكست تول وبعدين نختار التكست بتاعتنا، هتلاقي لونها ازرق هنا، هتضغط عليه وتغير اللون للون الابيض وتقول اوكي. دلوقتي انا راضي جدا عن التأثير ده. هنسيف الصورة ازاي؟ هنروح لفايل سيف فور ويب، وبعدين هنخلي الصورة بتاعتنا JPEG عشان يكون حجمها صغير شوية. هي الصورة بس البرنامج تقيل شوية، فهنصبر. هنخلي JPEG والجودة ماكسيموم او 100%، وبعدين هنقول له سيف على الديسكتوب، مفيش مشكلة، ونقول له سيف. لو حبينا نشوف الصورة بتاعتنا على الديسكتوب هتلاقي الصورة بتاعتنا جميلة جدا، تأثير جميل جدا ممكن تعمله بكل سهولة بمجرد معرفتك للكتابة واستخدامك للجريدينت تول. طيب دلوقتي انت راجل عايز تعمل كوميكس للفيسبوك وعايز تتعلم الكتابة على الصور، نفس المبدأ بالظبط، بتفتح الصورة اللي انت عايز تكتب عليها. يعني مثلا قلنا فايل اوبن وفتحنا مثلا الصورة دي هنكتب عليها، نكتب عليها ايه بقى؟ ليه بقى يا اخي؟ لو ليه كده يا اخي؟ ليه؟ تمام، دي مشكلة ممكن تقابلك في البرنامج مش بيكتب عربي او بيكتب الحروف مفصصة زي ما انت شايف كده. هنحل المشكلة دي ازاي؟ تروح ل edit preferences وبعدين هتختار type. فين type اهي، هتختار type. هتلاقي معمول East Asian، احنا هنعمل تشيك على Middle Eastern and South Asian دي. بعدين هتقول له اوكي، بعدين هنعمل ريستارت للبرنامج، يعني هنقفل البرنامج ونفتحه تاني، هتلاقي بيكتب عربي مظبوط. نقفله نو نو، نفتح البرنامج تاني، بعدين نفتح الصورة بتاعتنا فايل اوبن، بعدين هنختار التكست تول ونقول له ليه كده يا اخي؟ تمام. طيب دلوقتي الكتابة مش باينة، او يعني الفونت كمان مش لذيذ، فعايزين نغير الفونت، عايزين نغير الفونت للكتابة دي. طيب لازم نختار الكتابة الأول، فهتروح للتكست تول وتحدد الكتابة. هتلاقي الأوبشن بار اتغير هنا للإعدادات الخاصة بالتكست تول، هتلاقي فيه هنا الأدوبي Arabic ده الفونت الحالي. ممكن تقلب، نختار حاجة تانية مثلا زي ده، لا ده لا برضو، نشوف مثلا ده، هو ده اللي كان أصلا حاجة زيه، ما علينا، هنشوف ده. وبعدين هنغير اللون لان الكتابة مش ظاهرة في الصورة ديت، فهنخلي اللون مثلا اسود. تمام. عايزين برضو نعمل ستروك على الكلام، فهنروح ل add style ونقول له stroke ونقول له اللون نخليه مثلا ابيض، وممكن نكبر حجمه شوية، قول له اوكي. ممكن برضو نضيف شادو زي ما قلنا، دروب شادو، وبرضو هنقلل distance شوية، لا دي الاوباستي، فين الديستانس؟ هنقلل الديستانس شوية بحيث تبقى حاجة بالشكل ده. سبريد برضو ممكن عشان يوضح الكتابة بشكل اكبر، نقول له اوكي. ممكن نعدل في الكتابة برضو، نضيف لها شوية كلام. لازم تختار التكست تول وتقف على الكتابة هنا ونقول له مثلا
طيب دلوقتي انا عايز اعمل شوية نقط وعلامتين استفهام، ولكن هو لو لاحظت هتلاقيه بيضيف الكلام هنا. فلو خلينا ده كده وجبنا الكتابة هنا ووقفنا برضو هنا، برضو بيكتب هنا. فالحل ان احنا نعمل لير كتابة جديدة فيها النقط وعلامتين الاستفهام. هنعملها ازاي؟ هنختار برضو التكست تول في اي مكان بعيد عن ديت عشان ما يلقطهاش، وبعدين هنعمل النقط بتاعتنا وعلامتين الاستفهام بتوعنا بالشكل ده، وبعدين هنسحبهم هنا بالشكل ده. ممكن نصغر حجمهم شوية، نحددهم ونصغر حجمهم من هنا، بتسحب لشمال. طيب لو لاحظت هتلاقي دلوقتي هنا في ستروك ابيض وفي شادو، ولكن ده حاجة ما فيهاش اي تأثير. عايزين نطبق التأثير اللي هنا على اللي هنا. بدل ما نروح لاف اكس ونضيف ستروك ونروح لاف اكس ونضيف شادو، في خدعة جميلة جدا انك بتضغط كليك يمين على الطبقة ديت وتقول له كوبي لاير ستايل، كوبي لاير ستايل، وبعدين بتقف على الطبقة ديت كليك يمين بيست لاير ستايل، هتلاقيه طبقها لك بالضبط. نمسح النقطة ديت عشان يدينا شوية مسافة. تمام. دلوقتي احنا عملنا الصورة، عايزين نسيف الصورة. فايل سيف فور ويب JPEG ماكسيمم، سيف على الديسكتوب، سيف. ماشي، يعمل لها ريبليس. لو حبينا نشوف الصورة بتاعتنا، فين الصورة؟ ادي الصورة بتاعتنا. ممكن تستخدمها لو انت عندك صفحة على فيسبوك او حاجة زي كده، او تعملها في تعليق مثلا زي ما تحب. طولت شوية في الكتابة في برنامج فوتوشوب، ولكنه شيء اساسي جدا انك تتعلم الكتابة في الفوتوشوب. وطول ما انت بتستخدم الادوات وبتلعب في الاعدادات ديت هتتعلم حاجات جديدة وهتقابلك مشاكل وهتتعلم ازاي تحلها. يعني مثلا زي النقط ديت لقيتها دايما بتنكتب على يمين الكلام وانا عايزها على شمال الكلام، فعملتها لير جديدة وكتبت فيها الكلام ده وحطيته جنبها. لو لاحظت ممكن تلاقيني قلت كلمة لير كذا مرة، ولكن يعني ايه لير او ليه البرنامج فوتوشوب اصلا بيستخدم حاجة اسمها لير، ده اللي هنعرفه في الخطوة اللي جاية. وان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في برنامج فوتوشوب، يعني تعتبر هي العمود الفقري بتاع برنامج فوتوشوب، وهي اللايرز او الطبقات. انت لو استوعبت الطبقات وفهمت ازاي الطبقات بتشتغل، يعني كأنك انجزت جزء كبير جدا من البرنامج واستوعبت جزء كبير جدا من فوتوشوب، وهيساعدك انك يعني تبدع في البرنامج في اقصر وقت ممكن. فممكن ناخد وقت شوية وبالراحة خالص في فهم الطبقات، يعني لانك لو اول مرة بتتعرض لمفهوم زي ده فالموضوع بيبقى صعب شوية انك تستوعبه بسرعة. فالطبقات بمعنى ادق هي كأنك في الطبيعة لو جبت كذا ورقة شفافة وحطيتهم فوق بعض، فكل يعني انت بتشوف كل الورق، بتشوف من خلال كل الورق. لو جبت ورقة ورسمت عليها مثلث، وورقة ورسمت عليها دايرة، وورقة ورسمت عليها مستطيل، وحطيتهم فوق بعض بنفس الترتيب ده، فانت هتشوف كل حاجة، هتشوف المثلث والدايرة والمستطيل. وممكن تشيل الورقة اللي عليها المستطيل او تحرك المستطيل، وبرضو هتشوف الحاجات كلها. يعني اتمنى ان يكون الموضوع واصل لك. هو الموضوع سهل وبسيط. هنا احنا رسمين المثلث ده على طبقة، والدايرة على طبقة، والمستطيل على طبقة. ده فايدته ايه؟ فايدته ان انت لو عايز تخفي المثلث من التصميم بتاعك هتلاقي فيه علامة عين هنا، هتقوم دايس عليها، المثلث اختفى. عايز تخفي الدايرة هتقوم دايس على العين اللي جنب الدايرة، الدايرة اختفت. عايز تحرك المستطيل بتقوم مختار المستطيل من اللايرز بانل هنا وبتحرك المستطيل بكل سهولة. عايز تظهر المثلث والدايرة تاني بتقوم ضغط على العين بتلاقيهم ظهروا. طب عايز تحرك الدايرة بتحرك الدايرة. يعني هنطفي بس الاوتو سيلكت لان لسه ما شرحناش الجزئية ديت. عايز احرك المستطيل بختار المستطيل وبحرك المستطيل، قصدي المثلث، وهكذا دواليك. يعني الموضوع بتختار الحاجة وبيديك كامل الحرية انك تغير في اماكنها وظهورها.
طيب دلوقتي لو لاحظت هتلاقي المستطيل وبعد المثلث وبعده الدايره. هل الترتيب ده اهميه او هل الترتيب ده مدلول؟ الترتيب ده مهم جدا جدا جدا، واهميته بتكمن ان الترتيب اللي انت شايفه ده هو نفس الترتيب الاوبجكتس او المكونات بتاعتك هتظهر بيه. بمعنى ان احنا حاطين المستطيل فوق وتحته المثلث وتحته الدايره. لو انا جبت الدايره وجبت اخترت المثلث وحطيته فوق الدايره، هتلاقي ان المثلث فوق الدايره فعلا. طب لو جبت المستطيل وحطيته فوقهم كلهم، هتلاقي ان المستطيل بيظهر فوقهم. طيب انا لو شديت المستطيل ده وحطيته تحت الدايره هيظهر تحتهم. طب لو جبت الدايره وحطيتها تحت المستطيل هتظهر تحت المستطيل. فالترتيب في اللايرز بانل هنا او اللاير تاب هنا هو نفس الترتيب اللي الحاجات بتتعامل بيه في البروجكت او في المشروع، فبتظهر بنفس الترتيب اللي بتظهر بيه في اللايرز بانل هنا. تمام. طيب ولنفترض ان مفيش عندي لايرز خالص، زي مثلا هنا مفيش لايرز، هي باك جراوند وكانها صوره. هل هقدر احرك المثلث؟ لا، ما اقدرش احرك المثلث ولا الدايره ولا المستطيل، ولا اقدر اعدل في اي حاجه من ديت. فهي صوره واحده صلبه ما تقدرش تعدل فيها خالص. هنا بتكمن اهميه اللايرز، انه بيديك كامل الحريه في التعديل على التصميم بتاعك، ولازم كل لما بتعمل اي حاجه جديده تحطها في لاير مستقله، بيساعدك كتير انك تقدر تعدل عليها بعدين. طيب انا دلوقتي اخترت المثلث وجبته هنا والمستطيل هنا والدايره مثلا وحطيتها هنا. انا دلوقتي عايز اضيف طبقه جديده واكتب عليها مثلا، او عايز اضيف طبقه جديده واعمل عليها اي شكل بالفرشه. هضيف طبقه ازاي؟ هتلاقي في اللاير بutton هنا، هتضغط عليه هتلاقيه ضاف لك لاير. عايز اسمي اللاير ديت، دبل كليك على اسمها، سميها مثلا اي حاجه. طيب هل انت حسيت باي تغيير؟ لا، ما حسيتش باي تغيير. ليه؟ لان زي ما قلت لك انت مجرد ان انت حطيت ورقه شفافه فوق الكلام ده كله، فمفيش حاجه ظاهره، كانك ما اضفتش اي حاجه. ولكن لو جيت تكتب عليها مثلا، لو اخترنا البراش تول، ان احنا بنضغط على البراش هنا او بنضغط حرف البي وبنختار مثلا اللون الازرق وعملنا مثلا حرف الاي. طيب دلوقتي انا عملت حرف الاي على اللاير الجديده. ده بيتيح لي ايه؟ بيتيح لي ان انا لو اخترت اللاير الجديده دي اقدر اغير مكانها. هي دلوقتي فوق كل اللايرز فبتبان فوق كل اللايرز، ولكن لو جيت مثلا حطيتها تحت الدايره هتلاقي الدايره غطت عليه. طيب دلوقتي انا عايز امسح جزء من اللايرز ديت، هختار الاداه الاريزر تول او الممحاه وهقدر امسح الجزء ده من غير ما امسح اي حاجه من المشروع. حتى لو وقفت هنا وجيت امسح مش هيمسح لي الدايره لانه واقف على طبقه احمد. تمام. لو لاحظت هتلاقي كل طبقه جنبها او بيظهر فيها جزء من اللي انت عامله في الطبقه دي، ولكن انت تقريبا ما انت شايف. يعني هنا هتلاقي حرف الاي بصعوبه، فانت عايز توضح الموضوع ده. ممكن تغير طريقه عرض اللايرز من خلال انك تضغط كليك يمين، هتلاقي no thumbnails, small thumbnails, medium, large. فلو اخترنا مثلا large هتلاقي يكبر لك الطبقات بحيث ان انت قادر تشوف فعلا ايه اللي موجود جنب كل طبقه. لو لاحظت هتلاقي فوق هنا في شويه حاجه مثلا زي الاوباسيتي هي درجة السطوع او درجة الظهور. لو خليتها 0% مفيش حاجة هتظهر خالص من الطبقة. 100% هتلاقي الطبقة ظهرت بالكامل. طب لو قللتها شوية هتلاقيها بهتت حبة. والتاب ده خاص بالبليندنج مود وممكن نتعرض له بعدين. فحاول انك برضو تغير في الحاجات ديت او تجري ايدك على الحاجات ديت، هتساعدك كتير جدا في فهم ازاي الطبقات بتشتغل. مثلا علامة القفل، لو قفلت اي طبقة فانت ما تقدرش تعدل فيها نهائيا كأنها زي الباك جراوند دي. طب انا عايز اشيل القفل ده، بضغط على علامة القفل مرة تانية. اعتقد دلوقتي الى حد ما فهمنا يعني ايه طبقات وازاي الطبقات بتشتغل. اي طبقة انت بتعملها هي عبارة عن ورقة شفافة انت بتضيفها للمشروع، بتكتب عليها اي حاجة وبتقدر تتحكم فيها بمعزل عن بقية الطبقات او بدون ما تأثر على بقية الطبقات اللي موجودة عندك. فالطبقات ده شيء ضروري جدا جدا في برنامج فوتوشوب. حاجة سريعة ممكن تساعدك لو عندك طبقات كتيرة، ان انت لو عايز تحرك اي طبقة بتروح تختارها من هنا مثلث مثلا وبعدين بتحرك المثلث.
ممكن تمسك المثلث من اي حته، مش لازم تقف عليه، ما دمت انت واقف على الطبقه بتاعته ممكن احركه من هنا، ممكن احركه من هنا. طب لو عايز الدايره بضغط على الدايره، ومش لازم اقف على الدايره برضو، ممكن احركها من اي مكان في الطبقه بتاعتها، لانها كاني ماسك الورقه الشفافه اللي الدايره مرسومه عليها، فممكن امسكها من اي حته. ولكن لو انت عندك مثلا 100 طبقه، عندك تصميم معقد جدا وفي 100 طبقه، هل لو انت عايز تحرك الدايره هتروح تدور في ال100 طبقه على الدايره؟ لا، في هنا خيار ممتاز جدا في الاوبشن بار، وهو الاوتو سيلكت. لو فعلت الاوتو سيلكت انك بتعمل علامه التشيك ديت، الاوتو سيلكت هو خيار ذكي جدا بيسمح لك انك تحرك اي طبقه من غير ما تحتاج انك تروح تحددها في اللايرز بانل. مجرد ما بتقف عليها فالبرنامج اوتوماتيك بيفهم انك عايز تحرك الدايره فبيحرك الدايره. طيب انا عايز احرك حرف الاي او طبقه احمد، بقف عليها وبحركها فبيحركها. المثلث كذلك، المستطيل كذلك. ولكن لو جيت احرك الباك جراوند مفيش حاجه بتتحرك. ليه؟ لان الباك جراوند مقفوله. ولكن لو فكيت قفل الباك جراوند، زي ما قلنا انك بتمسك القفل ده وتوديه في السله هنا، او لو دبل كليك اوكي بيفك القفل وجيت احركها هتلاقي الخلفيه بتتحرك معاك. فزي ما قلنا الطبقات مهمه جدا جدا جدا، وكونك انك فهمت ازاي الطبقات بتشتغل فانت يعني انجزت جزء كبير جدا من فهم آلية عمل برنامج فوتوشوب، لان كل اللي جاي مترتب على فهمك للطبقات. فهنرجع الطبقات تاني مثلا لميديم ثامبنيلز عشان يدينا شوية مساحة. ولو انت برضو عندك مشاريع كتير ممكن تخليها نو ثامبنيلز خالص، تخليها بالاسم او تخليها سمول ثامبنيلز. طيب دلوقتي بعد ما فهمنا يعني ايه طبقات وازاي طبقات بتشتغل وازاي ان ترتيبهم بيترتب عليه ظهورهم هنا في البروجكت بتاعنا، عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا جدا، وهي التحديد او انك تعمل سيلكشن. عملية تعديل على اي صورة، خاصة الصورة الفوتوغرافية في برنامج فوتوشوب، هي عملية سيستماتيك. اول حاجة انت بيكون عندك تأثير عايز تحطه على الصورة، ولكن لازم تحدد الجزء من الصورة اللي انت هتعمل عليه التأثير ده، وبعدين بتطبق التأثير. بمعنى أدق، أنا لو فتحت صورة، فايل open صورة مثلا زي الصورة دي، الصورة ديت من المشروع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. يعني اللي ما يعرفش فيكم ان انا اصلا مهندس مدني، فدي صورة من المشروع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. الصورة ديت يعني الى حد ما حلوة جميلة، ولكن في احسن من كده بكتير. وازاي هنخلي الصورة دي احسن من كده بكتير؟ يعني مثلا عندنا السماء هنا، عايزين نغير السماء، تغيير او نغير الخلفية. تغيير الخلفية ده من المهارات الاساسية اللي لازم تتعلمها في برنامج فوتوشوب، والتكنيك بتاعها او الطريقة بتاعتها سهلة جدا، وبيعتمد في الاساس على فهمك لازاي تعمل سيلكشن او ازاي تعمل تحديد. لو لاحظت تحت الموف تول هتلاقي فيه شوية ادوات كده، او بالاخص الثلاث ادوات دول، وهم دول يعني اكتر 3 ادوات انا بستخدمهم الصراحة. لو لاحظت هتلاقي في الريكتانجولار ماركي تول هتلاقي في اللاسو تول، وتحتها البوليجونال لاسو تول، بغلط فيها على طول، مش عارف لساني بيتقل فيها ليه على طول. وتحتها الماجنتيك لاسو تول، تحتها وهي ديت الاداة بصراحة بستخدمها على طول الكويك سيلكشن تول، وتحتها الماجيك واند تول. فكل دول ادوات بيعملهم تحديد. يعني ايه تحديد؟ يعني انا مثلا عايز اغير الخلفية دي، فبختار الخلفية دي الاول، وبعدين بعمل لها ديليت، وبعدين بجيب خلفية جديدة احطها مكانها. موضوع بسيط جدا. طب هختار ازاي؟ التقنية بتاع الشغل بتاع اداة الكويك سيلكشن تول انك بتضغط مثلا في المكان اللي انت عايز تغيره بالشكل ده، هتلاقيه بكل ذكاء حدد لك السماء، كل السماء اللي موجودة في الصورة، هو ده اللي انا عايز احدده بالظبط. طيب الخطوة التانية هي ان انا احذف الخلفية، ولكن في خطوة مهمة جدا احنا نسينا نعملها، وهي ان احنا نفك الباك جراوند عشان يدينا حرية اكتر في الشغل. فهنضغط كنترول دي، وكنترول دي هو اللي بيشيل التحديد، وبعدين دبل كليك هنا اوكي. بعدين هنحدد السماء تاني، انك بتضغط وتسحب في المساحة اللونية المتشابهة اللي هي في الحالة ديت السماء، وبعدين بكل بساطة بتضغط ديليت، بتلاقيه شلك السماء وحط لك مكانها المربعات
البيضة والرمادية ديت، وده معناه ان ديت منطقة شفافة او منطقة فاضية. ولكن هتلاقي ان التحديد مازال موجود، فعايزين نشيل التحديد ممكن نروح ل select دي select او كنترول دي، زي ما قلنا كنترول دي بيشيل لك التحديد. الخطوة اللي بعد كده ان انا عايز احط سما مكان الفاضي في المكان الفاضي ده، فعايزين نفتح صورة السما. هنروح للموف تول، انت ممكن تفتح اي حاجة من هنا يعني عادي اوبن، ولكن انا عايز اعودك على الطريقة الصح. تروح للموف تول، فايل، اوبن، عندنا سما هنا هيت، دبل كليك بتفتح السما في تاب جديد. وهنا التابات بتظهر كل المشاريع اللي احنا شغالين عليها. بما اننا انتهينا من شرح الطبقات فهنقفلهم عشان يدونا مساحة نو. فهتلاقي هنا الصورة اللي احنا شغالين عليها، وهنا السما اللي احنا لسه فاتحينها. طيب دلوقتي انا عايز انقل السما ديت للمشروع الجديد، انقلها ازاي؟ بتروح على صورة السما ولازم تفك القفل بتاع الخلفية عشان تقدر تتحركها. فهنفكه ازاي؟ تمام، تشيل القفل وتحطه في السلة، او انك بتعمل دبل كليك عليها اوكي، وبعدين بتضغط، تكون متأكد انك مختار الموف تول، بتضغط وبتسحبها على التاب اللي موجود فيه المشروع بتاعنا. بكل بساطة بتقوم سايب الماوس بتظهر هنا. طبعا لان صورة المشروع او الصورة اللي احنا واخدينها من المشروع حجمها كبير، فصورة السماء صغيرة بالنسبة لها. طيب هنعمل ايه؟ هنكبر صورة السماء. ازاي؟ لو تفتكر في اول الفيديو خالص في المهارات الاساسية تكبير الصور، ازاي؟ تروح ل edit free transform او الشورت كات بتاع اللي هو كنترول تي. فلو اخترنا اللير بتاعتنا، لو سميناها سكاي وسمينا ديت building عشان بس ايه منتوشي، فالسكاي بتاعتنا هنختارها وبعدين كنترول تي، هتلاقي ان المستطيل الجميل ده ظهر حوالين الصورة. هنكبرها ازاي؟ قبل ما تكبر لازم تضغط على شيفت. ليه تضغط على شيفت؟ عشان تحافظ على النسبة ما بين الطول والعرض او البروبورشن ما بين الطول والعرض. لانك لو ما ضغطتش على شيفت، انا مش ضغط دلوقتي على شيفت وجيت اكبر، هتلاقي ممكن تفلطح منك او تنبعج بالشكل ده وكده الصورة هتبوظ. فهنضغط كنترول زد وبعدين هنضغط شيفت ونكبر الصورة بالشكل ده. حركها هنا مثلا كده ونكبرها كمان شوية لحد مثلا ما تبقى في كل الصورة، وبعدين هنضغط اوكي. طيب السما بتاعتنا طغت على المبنى بتاعنا، احنا عايزين السما تظهر في الجزء اللي احنا قطعناه بس. هنعمل ازاي؟ هنمسح الجزء ده؟ لا مش هنمسح. فاكر لما قلت لك ترتيب الطبقات بيأثر على ترتيب ظهورها هنا في البروجكت؟ فاحنا لو شدينا السما وحطيناها تحت البيلدينج لا تحرق ولا شعوذة، هتلاقي ان السماء اتغيرت وبانت كأنها طبيعية جدا بدل السماء المملة اللي كانت قبل كده. طيب انا عايز يعني ابين ان السماء دي برضو واقعية جدا جدا. ممكن تعمل كده ازاي؟ تضغط كنترول تي او الفري ترانسفورم. الفري ترانسفورم ده او الكنترول تي ده تحفظه زي اسمك بالظبط، تستخدمه على طول ما تقدرش تستغنى عنه. وبعدين وانت ضاغط كنترول تي كده وعمل لك المستطيل ده حوالين الصورة بتاعتنا، بتضغط كليك يمين تختار حاجة اسمها وورب. هتلاقي عمل لك 9 مربعات. ايه اهمية ال9 مربعات دول؟ 9 مربعات دول بيعملوا لك الصورة كأنها حاجة ليكويد او حاجة سائلة تقدر تتحكم فيها بكل سهولة. بمعنى انا مثلا مسكت النقطة ديت وشدتها كده، هتلاقي ان الصورة اتحركت معايا. مسكت النقطة دي وشدتها كده، هتلاقي ان الصورة كأنها يعني حاجة سائلة كده بتتحرك معاك بكل سهولة. مسكت الجزء ده وعليته كده شوية، الجزء ده وعليته كده شوية، وبعدين هتلاقيك تقدر تتحكم في الصورة بحاجة كأنها حاجة سائلة في ايدك كده. بعدين بعد ما بتخلص التأثير بتعمل له علامة الصح او بتضغط انتر، فبتلاقيه عمل السما كأنها سما واقعية جدا، مديها عمق. بعد ما عملنا الورب احسن من يعني انها كانت مسطحة. يعني مثلا لو شفناها قبل ما نعمل لها الورب، بعد ما عملنا لها الورب اديناها العمق ده، فتأثير رائع. وتغيير الخلفية ده من اهم الحاجات اللي انت هتفيدك جدا في برنامج فوتوشوب، وهيساعدك انك تطلع تصميمات رائعة وصور مذهلة. فالتقنية بكل بساطة انك بتعمل تحديد للسما وبعدين بتعمل لها ديليت، بتفتح الصورة اللي انت عايز او السما اللي انت عايز تبدلها،
يعني تركز انك تحطها في الترتيب الصح عشان تظهر خلف المبنى او ورا المبنى او ورا الصورة اللي انت عايز تغير خلفيتها بمعنى ادق. طيب هل هي دي الطريقة الوحيدة لتغيير السماء؟ لا طبعا، في طرق تانية كتير، ومنها مثلا لو تراجعنا عن الموضوع ده خالص كأن الصورة لسه فاتحينها، هتلاقي ان ده شكل السماء. تخيل ده كان شكل السماء. فهنفتح الصورة برضو وهنفتح الباك جراوند. لا، السماء لسه موجودة هنا. عايزين نختار السماء، بدل ما نروح للكويك سيلكشن تول ممكن في تقنية تانية انك بتروح لسيلكت وبعدين بتختار، لا بنختار الطبقة بتاعتنا الأول اللي هي الصورة، سيلكت وبعدين تختار color range. يعني ايه color range؟ يعني مدى لون. يعني ايه؟ يعني بتختار لون معين من الصورة، وبعدين هتلاقي مثلا الموضوع بدأ عندك كده او اسود خالص، فبتزود الفازنس شوية. هتلاحظ ان معالم الصورة اللي هنا ظاهرة في الويندو الصغيرة دي. طيب انا عايز اختار دلوقتي اللون الازرق، تلاقي فيه علامة اي بيكر او color بيكر او اللي هي الاي دروبر دي بتختار منها اللون. تختار هنا هتلاقي ان اللون اللي بتختاره بيتحول لابيض، واللون اللي ما انت مش عايزه بيتحول لاسود. طب نفترض ان عايز اختار اللون ده، بضغط هنا هتلاقي اللون ده هيتحول لابيض، واللون اللي انت مش عايزه يتحول لاسود. بس انا عايز اختار اللون ده، فبختار هنا هتلاقيه يتحول لابيض، وبعدين بتضغط اوكي، هتلاقيه عامل لك نفس السلكت او نفس السلكشن او نفس التحديد اللي احنا استخدمنا فيه الكويك سيلكشن تول. فنفس الطريقه برضو تعمل ديليت بعدين كنترول دي، تروح للصوره بتاعتنا تختار الموف تول بكل تاكيد، تسحب الصوره تحطها هنا، كنترول تي، تضغط شيفت تكبر الصوره، تكبر الصوره كمان شويه، تضغط انتر، تسحب السماء بتاعتك ورا المبنى بتاعك يبان كده. كنترول تي مرة تانية، كليك يمين وورب، هتسحب الحدود بتاعته كده شوية وكده شوية، وممكن نديله العمق ده، انتر، تحصل على تأثير رائع بخطوات ومعرفة قليلة جدا في فوتوشوب تقدر تعمل بيه حاجات مذهلة. طيب المبنى بتاعي ده انا شايف برضو ان اللون بتاعه ممكن يكون احسن من كده. هختار، عايز اغير، يعني عايز ازود درجة التشبع، وعايز يعني عايز اخلي المبنى الالوان اللي فيه كويسة. هنعمل كده ازاي؟ هنعمل كده من خلال الادجستمنتس اللي هنا دي، ولكن انا مش بستخدم الادوات دي، انا بستخدمها من علامة الدايرة اللي نصها ابيض ونصها اسود فعايزين نعمل لير ادجستمنت او عايزين نحسن الالوان اللي في المبنى ده. هنحسنها ازاي؟ اول خطوه على طول تحطها حلقه في ودنك، اول خطوه على طول انت بتعملها في فوتوشوب انك تحدد الجزء اللي انت عايز تعمل عليه التاثير. خد بالك من تحدد دي تحط تحتها 100 خط. يعني ايه تحدد؟ يعني تختار او تعمل سيلكشن. طب انا عايز اختار المبنى ده، هختاره ازاي؟ في طرق كتير، انك بتقف على وبعدين بتروح لسيلكت color range وبعدين بتختار تقول له اوكي، هتلاقيه حدد لك المبنى بالشكل ده. ولكن في اجزاء هنا مش متحدده او اجزاء ما جتش فيه السلكشن، فالسلكشن مش دقيق، فيحتاج انك تعدل فيه. هتعدل فيه ازاي؟ مش هنتطرق للموضوع ده لان دي تقنيات متقدمه، ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني، ولكن انا هقول لك على طريقه سهله جدا تختار بيها المبنى بتاعك. هنضغط كنترول دي عشان نشيل السلكشن. لو لاحظت هتلاقي ان انا عايز اختار المبنى كله، المبنى كله في طبقه هنا. انا عايز اختار الطبقه دي، هختارها ازاي؟ هتضغط كنترول وبعدين بتضغط على الطبقة هتلاقيه عمل لك تحديد لكل اللي في الطبقة. هو ده اللي انا محتاجه بالظبط، ان انا اعمل تحديد للطبقة وبعدين بروح لعلامة الدايرة اللي نصها ابيض ونصها اسود وهختار. انا هجرب هنا 3 حاجات، وهم دول اكتر 3 حاجات انا بستخدمهم في التعديل على اي صورة، ولكن ده ما يمنعش انك تروح لكل واحدة من دول وتجربها. واول حاجة هي الليفلز. بتضغط على ليفلز بيظهر لك البانل اللي انا بعمله ان انا بضغط بسحب المؤشر اللي على اليمين ده لاول جزء صاعد من المنحنى، والمفروض لو في هنا برضو جزء مستوي بسحب الجزء اللي على الشمال ده لاول نقطة صاعدة في المنحنى، والجزء اللي في النص ده برضو بتحرك فيه يمين وشمال لحد ما توصل للتأثير اللي انت عايزه. تقدر تشوف التأثير قبل وبعد من خلال العين لو ضغطت عليها ده قبل
ولو سبت ده بعد، او انك تضغط هنا ده قبل وده بعد التأثير. تاني تأثير معانا هنعمل ايه؟ نختار الاول الطبقة. طب انا لو ما اخترتش الطبقة وجيت عملت التأثير مثلا زي هيو اند ساتوريشن، هتلاقي ان التأثير بيتطبق على الصورة بحالها بما فيها السماء. لو زودت مثلا الساتوريشن هتلاقي ان التأثير شغال معايا في السماء بتتأثر بالتأثير اللي انا بعمله، بس انا عايز اعمل التأثير ده على المبنى بس. فهعمله ازاي؟ لازم الاول اختار المبنى. ازاي؟ بضغط كنترول وبروح اقف على علامة المبنى يقوم محدد لي المبنى، وبعدين بروح على اللير ادجستمنت وبختار مثلا هيو اند ساتوريشن. هغير الساتوريشن او درجة تشبع اللون شوية، هتلاحظ ان اللون بينطق كده في الصورة قبل وبعد، ده قبل وده بعد. مش عايز ازود الموضوع يعني على الاخر لانه هيبقى اوفر شوية، فهنخليه مثلا حاجة بالشكل ده. طيب عايز اعمل التأثير الثالث اللي انا بعمله على طول، وهو اختار الطبقة الاول وبعدين بروح على علامة اللير ادجستمنت واختار البرايتنس اند كونتراست. بزود البرايتنس شوية او الاضاءة اللي في الصورة، والكونتراست اللي هو يعني بيحدد اللون اكتر وبيخلي الاطراف بتاع الصورة حادة اكتر. تمام. دلوقتي احنا اتعلمنا مهارات مهمة جدا جدا في برنامج فوتوشوب. انا عارف ان انا يعني بتحرك بسرعة وبنتقل معاك بسرعة، لكن الموضوع بيحتاج ممارسة، والموضوع ما يحتاج شرح اكتر من كده. لازم انت بعد ما شفتني بعمل التأثير ده، انا اكيد هديك الصورة ديت تحت الفيديو او في رابط عشان تقدر تتدرب عليها زي ما انا عملت عليها كده بالظبط. لو عايز تشوف الصورة قبل وبعد عشان تحس بالتأثير اللي احنا عملناه، هتروح للهيستوري بانل هنا، هتلاقي فيه فوق هنا الصورة. تخيل ان ديت الصورة يعني الرو او الصورة المادة الخام اللي احنا اشتغلنا عليها وصلناها لحاجة بالشكل ده. وده يعني يوضح لك مدى قوة برنامج فوتوشوب. فالموضوع سهل جدا وبسيط جدا، كرر الكلمة دي كتير، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ومحتاج منك ممارسة وان انت تجري ايدك وتستخدم التولز وتستخدم التكنيكس وتجرب الادجستمنتس وتعمل سيلكشن وتختار وتشوف الادوات المختلفة لعمل السيلكشنز وايه الفرق ما بينهم. فلازم تمرن ايدك، ولو انت اتفرجت على الفيديو ده كله من غير ما تجرب ومن غير ما تمرن ايدك يبقى انت ما عملتش اي حاجة. فتاني اللي احنا عملناه في الصورة ديت ان احنا عملنا تحديد للسماء، وبعدين فتحنا الصورة ديت وغيرناها وعملنا لها وورب واديناها العمق الجميل ده، وبعدين اخترنا المبنى بكل بساطة ان احنا ضغطنا كنترول وضغطنا على المبنى اما حدد لي المبنى كله، وعملنا عليه اللايرز ادجستمنتس اللي احنا شفناها ديت. وشيء برضو للفهم، لو لاحظت هتلاقي فيه صورة كده صغيرة ظهرت جنب الادجستمنتس اللي احنا عملناها، وده الماسك اللي احنا يعني ممكن نتكلم عليه بعدين. والماسك ده بيقول لك ان الجزء الابيض ده انا مطبق عليه التأثير، والجزء الاسود ده انا ما عملتش فيه اي حاجة بكل سهولة. هو ده الماسك. لو كبرنا اللايرز شوية هتلاقي هنا الابيض ده تقريبا شكل المبنى بتاعنا هو الابيض ده، والاسود هو السماء اللي احنا ما عملناش عليها اي تأثير. هو ده يعني الماسك او فايدة الماسك، انه بيقول لك ان انا طبقت التأثير على الجزء ده بس. لو رجعنا الثامنيلز تاني ميديم ثامنيلز عشان بس المساحة بتاعتنا. تمام. ده بكل بساطة تغيير السماء وشوية layers adjustments على المبنى بتاعنا. ودلوقتي هنتعلم شوية تقنيات برضو وحاجات ممكن انا شايف انها ضرورية انك تتعلمها في بداية تعلمك لفوتوشوب، زي مثلا تبييض الاسنان. لو فتحنا صورة زي ديت، فايل اوبن، صورة زي ديت المفروض انها يلو تيث او اسنان صفرة. فانت عايز لو انت مصور صورة مثلا كويسة جدا يعني الصورة ممتازة والابتسامات اللي فيها رائعة، ولكن حاجة زي دي ممكن تبوظ الصورة، فانت عايز تبيض الاسنان. اول خطوة تعملها ايه؟ تمام، تشيل القفل اللي على الصورة. ازاي؟ دبل كليك. اوكي. بعدين اول حاجة بنعملها قبل اي تأثير نختار الجزء اللي احنا عايزين نعمل عليه التأثير، اللي هو نحدد الجزء ده اللي هو نعمل له سيلكشن. ازاي؟ الأداة المفضلة بتاعتنا بكل تأكيد هي الكويك سيلكشن تول، تختارها. وبعدين هتلاقي ان ممكن عندك تلاقي حجم الفرشة صغير جدا كده، هتكبره ازاي؟ من الاوبشن بار. كل حاجة في الأداة هتلاقيها في الاوبشن بار. لو لاحظت
هنا هتلاقي فيه السايز والهاردنس والسبيسنج، فبتغير السايز هنا على حد ما يظبط معاك. او الشورت كات، حرف الدال بيكبر وحرف الجيم بيصغر. تمام. بعدين بتختار الاسنان. هو الاداة دي ذكية جدا، بتختار لك اللي انت عايز تختاره. اسنان بهذا الشكل. دلوقتي اللي حصل ان انا لما جيت ضغطت هنا اختار الصورة كلها. هتراجع عن الامر ده ازاي؟ كنترول زد. نجرب تاني، اختارها برضه كنترول زد. طيب انا دلوقتي عايز اعدل على التحديد ده من غير ما يختار لي الصورة كلها. اعمل ايه؟ في تقنية ادفانسد شوية ولكنها مهمة، وهي الكويك ماسك. الكويك ماسك هي العلامة اللي تحت ديت، والشورت كات بتاعها هو الكيو. لو ضغطت عليها هتلاقيه لوني الجزء كله باللون الاحمر ده. فانا عايز ده معناه ايه؟ معناه ان الجزء اللي انا شايفه ده هو اللي انا بعمله سيلكشن، الجزء الاحمر ده خارج السيلكشن. طيب انا عايز اضيف يعني الاجزاء اللي هي انا مش عارف اختارها بالكويك سيلكشن تول. هختارها ازاي؟ اولا لازم اختار البراش تول او الفرشة. بعدين لو جيت اعمل بالفرشة كده هتلاقيه بيمسح لي الاحمر ده من على الاجزاء اللي انا عايز اختارها. طب ولنفترض ان انا عملت كده وعايز اشيل الجزء ده من السلكشن بتاعي، هتلاقي هنا في ابيض واسود. الاسود بيدهن لك احمر والابيض بيمسح. يعني مش عارف، هي ممكن تكون صعب عليك انك تستوعبها، ولكن الجزء اللي انت شايفه ده هو اللي هيتعمل له سلكشن، فانت عايز تخليه نقي قدر الامكان. نقي يعني انك تمسح الاحمر من عليه، ان انت بتخلي اللون الابيض هو اللي هنا، وبعدين بتمسح الاحمر ده بالشكل ده كده. ممكن برضو نختار شوية الاجزاء اللحية ديت. ممكن نختار الاسود عشان الجزء ده مش عايزينه معانا في السلكشن. انا شايف ان السلكشن كده كويس جدا. بضغط على الاداة تاني اللي هي الكويك ماسك، هتلاقيه اختار لي الاجزاء اللي انا ما كنتش عارف اختارها بالكويك سلكشن تول. طيب انا دلوقتي اخترت السنان، عايز اعمل عليها التأثير. هروح لفين؟ تمام، layers adjustments. طيب هختار ايه؟ هختار hue and saturation. وبعدين من الماستر ساتوريشن هختار اليلو. انا عايز اشيل الصفار ده، عايز اخلي الساتوريشن بتاعه صفر، فبقوم ساحب الساتوريشن للصفر. هتلاحظ ان السنان كأنك عملت لها يعني ايه تنظيف كويس جدا، بقت بيضة. طيب انا عايز يعني اوضح البياض ده اكتر. شايف اللايتنس ديت؟ هتجيبها يمين شوية. يا سلام، هتلاقي ان السنان بقت حاجة تحفة بكل سهولة. تأثير بسيط جدا وبتقنية بسيطة جدا بيضت السنان بتاعتك. ولو مش مصدقني، ديت السنان قبل ما نبيضها بفوتوشوب، وديت السنان بعد ما بيضناها. طيب لو انت راجل يعني دقيق قوي، هتلاقي ان في حتة هنا صفرة نسيناها. طب هنعدلها ازاي؟ هنروح برضو نعمل لها سيلكت ونعمل لها layer adjustment hue saturation والكلام ده. لا 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 لا، وهي دي فايدة الماسك اللي احنا عملناه من شوية، وهي انك بتقف على الماسك بتاعك بتعمل له. هتلاحظ ان في مستطيل كده ابيض عليه، وبعدين هتختار البراش تول. شايف ان اللون الابيض هو هنا اللي في اللي في الامام، فكأنك بتطبق التأثير بتاعك، كأنك بتعدل في الماسك اللي اتعمل. طيب انا عايز الماسك ده يعني فايدته، لو فكرة الماسك اصلا انك بتبين جزء وبتخفي جزء، فهنا انا عايز ابين التأثير على الجزء ده، فبخلي الجزء ده هو اللي ابيض هنا. لو لاحظت لو شديت كده هتلاقي ان في جزء ابيض هنا طلع كده، وبرضو هتلاحظ ان الحتة ديت اختلفت، فهنتراجع عنها. فده بكل بساطة ازاي تبيض الاسنان. وبرضو لو خليت الجزء الاسود هو اللي هنا وعملت كده، كأنك بتلغي اللي انت عملته على الجزء ده. لو اخترنا الابيض تاني ومسحنا، كأنك بتعيد تطبيق التأثير ده على الجزء ده. فده بكل بساطة تبييض الأسنان، تحولها من حاجة بشعة بالشكل ده لحاجة جميلة بالشكل ده. طيب تقنية تانية برضو، حاجة زي إزالة النمش وتحسين أو تنعيم البشرة باستخدام برنامج فوتوشوب. هنفتح الصورة بتاعتنا، هنختار الموف تول الأول، وبعدين فايل اوبن. هنفتح صورة زي دي، صورة جميلة وكل حاجة، ولكن عايزين نشيل الشامة ديت أو
لو ديت حبوب شباب او اي حاجة من هذا القبيل هنشيلها ازاي. في اداة جميلة جدا عندنا وهي اداة السبوت هيلينج براش، والاختصار بتاعه حرف J. لو اخترتها هتلاقي فيه دايرة كده. انت بتعمل ايه؟ انت بتعملش حاجة خالص، بتقف على الحاجة اللي انت عايز تضيعها وبتضغط، لا سحر ولا شعوذة، بكل سهولة شلك الحاجة ديت. طيب الأداة دي بتشتغل ازاي؟ يعني ازاي الأداة ديت عرفت ان انا عايز اشيل النقطة السوداء ديت ازاي؟ وبكل بساطة بتعمل حسابات دقيقة، بتقولك شوف ايه اللي حوالين او ايه اللي مختلف في نمط الوجه او في نمط الصورة، وبعدين بتشوف اقرب حاجة ليه وبتغطيها بيها. يعني دلوقتي الصورة كلها وشه مثلا كله بلون البشرة، ولكن دي مختلفة شوية، فهو بيقولك انا هغطيها لك بلون البشرة. هو ده ببساطة اللي بيعمله، ودي تقريبا عيب في الصورة. يعني هو مش عيب في التصوير او مش عيب في الصورة، هو ده بس ايه، مني منزل الصورة من على النت، فبرضه ممكن نعدلها بالشكل ده. طيب حاجة تانية برضو ممكن نعملها، لو لاحظت هتلاقي ان الصورة منغمشة كده وجودتها تعبانة قوي، فاحنا عايزين نحسن الجودة بتاع الصورة ديت. هل ده ممكن؟ علميا ما ينفعش انك تحسن جودة الصورة، لان جودة الصورة دي حاجة ثابتة، ولكن برنامج فوتوشوب بيتيح لنا خدعة جميلة جدا، وهي استخدام اداة اسمها البلور تول. البلور تول بتعمل ايه؟ انت في الاول حاجة بتختار البلور تول اللي هي هنا ديت بلور تول، وبعدين هنخلي مثلا السترينث بتاعتها او قوتها مثلا حاجة زي 85% 84%، ونكبر حجمها شوية من حرف الدال، وبعدين هنقف على حتة زي دي مثلا ونضغط ونسحب. هتلاحظ انها بتنعم البشرة او بتخفي الحاجات اللي هي موجودة هنا ديت. لو لاحظت هتلاقيها بتعمل نتيجة ممتازة في تحسين يعني نعومة البشرة. ممكن اسرع الفيديو شوية علشان بس ايه الموضوع ده سيستماتيك، مش محتاج ان انا اتكلم فيه كتير. وبعد ما خلصنا لو حبينا نشوف قبل ما نعمل البلور تول، هتلاقي ان الصورة كلها كعبشة كده ومنغمشة وحالتها تعبانة. وبعد ما شلنا الشامة ديت او الحسنة ديت والاخطاء اللي في الصورة، وبعدين عملنا عليها شوية بلور، هتلاقي ان البشرة نعمت اكتر من الاول. يعني ودي خدعة بسيطة كده من برنامج فوتوشوب، انك تزود يعني تزود نعومة البشرة او تداري عيب بكسلة الصورة بكل سهولة. ودلوقتي ان شاء الله هنكمل تطبيقات مختلفة للمهارات اللي اتعلمناها قبل كده. فدلوقتي احنا عندنا صورة زي ديت. للوهلة الاولى الصورة يعني تبدو انها غامقة شوية، فعايزين نفتح الصورة شويتين. فاول حاجة بنعملها قبل ما نشتغل على اي صورة هو احنا عايزين نفك الخلفية. فهنفكها ازاي؟ دبل كليك وبعدين بنضغط اوكي. دلوقتي الخلفية بقت حرة الحركة ونقدر نتحكم فيها بكل سهولة. عايزين نرجعها المكان الاصلي كنترول زد. تمام. احنا عايزين نفتح الخلفية شوية، هنفتحها ازاي؟ هنروح للادجستمنت لاير او اللاير ستايل ديت وهنختار ليفلز. لو لاحظت زي ما قلت لك انك بتسحب المؤشر ده لبداية المنحنى الصاعد، ولو ركزت معايا هتلاقي ساعة ما بتسحب المنحنى ده بتلاقي ان الصورة بتبدأ تفتح معاك، بس احنا مش عايزين نخليها فتحة قوي. بتلاقي ان الحتت اللي هي البيضة ديت التفاصيل اللي فيها بتروح، فاحنا عايزينها تكون فاتحة من غير ما نقدر ما نخفي او من غير ما نغطي على اي تفاصيل. فشايف ان ده كويس جدا، ده قبل التعديل عليها وده بعد التعديل عليها. تمام. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نغير لون البغبغاء ده. يعني هو لونه احمر، عايزين نغير اللون ده. هنغير لونه ازاي؟ اول حاجة لازم نختار اللون اللي احنا عايزين نغيره. فهنختار اللون اللي احنا عايزين نغيره ازاي؟ في اكتر من طريقة. في ان احنا ممكن نختار الكويك سيلكشن تول، وهي الاداة المفضلة على الاطلاق. وهنيجي نختار، هتلاقيه اختار لي اللون الاحمر ولكن داخل معاه الازرق، ولو جيت تكمل كده هتلاقيه اختار البغباء كله. فانك تختار لون وحيد او لون محدد باستخدام الكويك سيلكشن تول لما يكون في الوان متداخله ما بيبقاش مجدي على الاطلاق. ولكن دلوقتي هنتعلم تكنيك جديد لاختيار الالوان الموحده اللي في الصوره.
فهنضغط كنترول تي عشان نعمل دي سيلكت، وبعدين هنختار الصورة اللي احنا عايزين نحدد منها اللون. يعني احنا كنا واقفين دلوقتي على adjustment layer، فهنقف على الصورة وبعدين هتروح لي select وبعدين هتختار color range. تعرضنا للcolor range قبل كده، وده تطبيق برضو للcolor range مرة تانية. بنختار اللون اللي احنا عايزينه ازاي؟ بنضغط على الاي دروبر ديت، وبعدين مجرد ما بتختار اللون بتلاقيه بيحدد لك اللون او اللي انت ضغطت عليه. لو ضغطت على الاحمر هنا وقللت الفازنس شوية وضغطت مثلا هنا، هتلاقيه لون لك الحتة كل الحتت اللي لونها نفس اللون ده في الصورة. طب انا عايز اجيب الاحمر اللي هنا، ولكن لما بضغط على الاحمر اللي هنا الاحمر اللي فوق بيضيع، فازاي اجيبهم الاتنين؟ في ال add to sample هنا تضغط عليها وبعدين بتختار في المكان التاني، بتلاقيه اختار لك الجزء ده والجزء ده، ولكن بتلاقيه اختار اجزاء تانية من الصورة. مش مشكلة، يعني هنقدر نشيل الاجزاء دي بعدين، ولكن اللي انا عايز اوصله دلوقتي ان انا اختار كل الاحمر اللي في البغبغاء ده. فبنزود الفازنس شوية لحد ما تكون الصورة مظبوطة، وبعدين بضغط اوكي. هتلاقيه عمل لي تحديد على تقريبا كل اللون الاحمر بكل دقة في البغبغاء، ولكن هتلاقيه اختار الوان تانية معانا هنا، فاحنا عايزين نتخلص من الالوان التانية ديت. هتروح ل subtract from selection اللي هي ديت، وبعدين بكل بساطة بتمسح التحديدات ديت، وبكده بيبقى عندك التحديد بتاع البغبغاء بس. وانت محدد البغبغاء كده بتروح على اللاير ستايل وبتختار هيو اند ساتوريشن، ومن الهيو اند ساتوريشن بتغير قيمة الهيو. لو لاحظت مجرد ما بغير قيمة الهيو بتلاقي ان اللون الاحمر اللي في البغبغاء هو لوحده اللي بيتغير لعدة الوان زي ما انت شايف كده. فمثلا هنخليه باللون ده، تمام. وبكده تقدر تغير اي لون في الصورة بكل سهولة. طيب عايزين نتعلم كمان حاجة، وهو مثلا شفت انت تأثير ان بتلاقي الصورة كلها ابيض واسود، ولكن جزء معين من الصورة هو اللي بيبقى الوان. تأثير تحفة بصراحة يعني. فازاي نقدر نعمل تأثير زي ده؟ زي ما قلت لك بتمشي سيستماتيك بالخطوات اللي احنا اتعودنا عليها، انك بتعمل سيلكشن للحاجة الاول وبعدين بتطبق عليها التأثير. فهنعمل سيلكشن مثلا للبغبغاء ده. هنعمل له سيلكشن ازاي؟ هنقف على الطبقة اللي فيها البغبغاء، وبعدين هنختار الكويك سيلكشن تول. لو لاحظت هتلاقي ان انت هنا مختار subtract from selection، فلما بتيجي تختار يعني بتلاقيك بتمسح من السيلكشن مش بتختار. فهنختار اللي هي select الاولانية ديت، وبعدين بتبدأ تختار البغبغاء. بتلاقي الأداة بكل ذكاء بتحدد لك البغبغاء بتاعنا بالشكل ده. نيجي لجزء مثلا الرجل، لو صغرنا الفرشة شوية وبعدين اخترنا الرجل هتلاقيه اختار لك جزء كبير جدا من الصورة. هنتراجع الموضوع ده كنترول زد، وهنشيل الجزء الإضافي ده ان احنا بنختار subtract from selection او احذف من التحديد، بتلاقيه بيرجع تاني. فانا في جزء هنا كل ما باجي اختاره بتلاقيه بيضيف لك اجزاء تانية زي ده كده. فهنعمل ايه؟ هنضغط كنترول زد ونختار الكويك ماسك بتاعنا ونختار الفرشة وتخلي اللون الابيض هو اللي فوق، وبتمسح اللون الاحمر من على الجزء اللي انت عايز تعمل له سيلكشن. طيب دلوقتي انا داخل عندي حاجات اضافية هنا في السيلكشن، فبخلي اللون الاسود هو اللي في الباك جراوند بالشكل ده في الفور جراوند، وبعدين بأملي الحتت ديت باللون الأحمر. زي ما قلنا قبل كده إن الجزء اللي متغطي بالأحمر ده مش هيبقى معانا في السلكشن، والجزء اللي هو ظاهر ده هو الوحيد اللي هيتعمل له سيلكت. فتحاول تكون دقيق قدر الإمكان وتغير في أحجام الفرشة زي ما انت عايز، وتمسح أو تلون بالأحمر الأجزاء اللي انت مش عايز تختارها معاك بهذا الشكل.
وخد وقتك، يعني ما تحاولش تتسرع في التصميم بتاعك او التأثير اللي انت بتعمله. وكل ما بتاخد وقت اكتر التصميم بتاعك اكيد بيبقى احسن. فعشان ما نطولش عليك هنكتفي بهذا القدر، هنضغط على الكويك ماسك تاني، هتلاقيه عمل تحديد للبغبغاء. دلوقتي انا عايز افصل البغبغاء ده في طبقة جديدة علشان اطبق تأثير الابيض واسود على الصورة كلها ما عدا البغبغاء ده. فهننقله لطبقة جديدة ازاي؟ مع الاخذ في الاعتبار برضو ان انا ممكن اطبق التأثير الابيض واسود، ان انا اخلي كل الصوره ابيض واسود ما عدا البغبغاء ده بطريقه بسيطه جدا. حاجه زي ان انا هختار الصوره كلها ما عدا البغبغاء ده، ان انا بروح لسيلكت انفيرس، بتلاقيه بيختار كل حاجه ما عدا البغبغاء، وبعدين بروح ل adjustment layer وبختار مثلا black and white، فبتلاقيه لون كل حاجه ابيض واسود ما عدا البغبغاء ده. فطبعا ممكن تغير قيم الابيض والاسود في الالوان ديت، ولكن نخليها زي الديفولت هنا، وبكده بتوصل للتأثير بتاعك. ولكن انا عايز انقل البغبغاء ده لطبقة جديدة عشان يديك حرية اكتر لو عايز تعدل على الصور. فهنعمل كده ازاي؟ نتراجع عن الموضوع ده كنترول الت زد، وبعدين واحنا محددين البغبغاء كليك يمين لاير فايا كات او فايا كوبي، مش هتفرق في الموضوع ده. فلو عملنا لاير فايا كات هو نقل البغبغاء ده لطبقة جديدة زي ما انت شايف كده، فبقى حر الحركة، تقدر تستخدمه حتى لو في تصميم تاني. ولكن احنا عايزين نحول الصورة كلها بقى لأبيض وأسود، فبنختار الصورة وبعدين adjustment layer أو layer style، وبعدين تختار مثلا black and white. هتلاقيك حصلت على نفس التأثير تقريبا بطريقتين مختلفتين. فديت حاجة برضو تأثير مهم جدا، وشايف ان هو تأثير لازم تتعلم ازاي تطبقه. وبكل سهولة جدا بتختار الجزء اللي انت عايز تخليه الوان، وبعدين تختار بقية الصورة وتخليها هي ابيض واسود ما عدا الجزء اللي انت عايزه يبقى الوان. طيب عايزين نتعلم برضو حاجة تانية. شيء مهم جدا لما بتفتح صورة مثلا الخلفية بتاعتها بيضة وانت عايز تستخدم الجزء ده بس من الصورة بدون الخلفية البيضة، في ناس ممكن تستخدم الاريزر تول وتمسح الخلفية ديت. فهنفك الباك جراوند الاول وبعدين نمسح الخلفية دي كده، ولكن دي عملية متعبة جدا ومضنة جدا. يعني حتى لحد ما توصل للجزء هنا اكيد هتمسح جزء، اكيد هتسيب جزء ابيض. فشايف انها طريقة مش عملية على الاطلاق لحذف الخلفية البيضاء او اي خلفية متجانسة اللون. في طريقة تانية ان احنا ممكن نروح للكويك سيلكشن تول ونختار البغبغاء بتاعنا بالكويك سيلكشن تول، وبعدين نقول له كليك يمين لاير فايا كات. هتلاقيك حصلت على البغبغاء، طبعا نطفي الطبقة اللي هي الباك جراوند، هتلاقيك حصلت على البغبغاء بتاعك في طبقة جديدة او بدون الخلفية البيضاء. ممكن تستخدمه في تصميم مثلا، تحطه هنا او تستخدمه في اي تصميم تاني. طيب في طريقة اسرع من الاتنين دول، ممكن نستخدمها وبأداة جميلة جدا اسمها الماجيك اريزر تول، وديت بتمسح اللون المتجانس من كل الصورة. يعني لو ضغطت عليها باللون الابيض بتمسح اللون الابيض المتصل في كل الصورة بهذا الشكل. مجرد ما بضغط تلاقيه مسح الخلفية كلها، في ابيض هنا بضغط عليه بيمسحه. طيب هل ده للخلفية البيضاء بس؟ لا، يعني مثلا لو في layer هنا مثلا edit fill color اي لون، مثلا اللون الازرق مثلا، اوكي بهذا الشكل، وعملنا للاتنين ميرج بحيث ان هما بقوا صورة واحدة، وعايز امسح اللون الازرق ده، مجرد ما بضغط بالماجيك اريزر تول بتلاقيه مسح اللون الازرق ده. طيب انا عايز اسيف الصورة ديت بدون خلفية بيضة برضو. لو تفتكر في بداية الكورس ده او الفيديو ده قلنا الفرق ما بين الجي بيج والبي ان جي، ان البي ان جي بيسيف الصورة بدون الخلفية البيضاء. فبتروح للسيف فايل سيف فور ويب، بعدين بتختار البي ان جي بتلاقيه هيسيف لك الصورة بدون الخلفية البيضاء، وبعدين بتدوس سيف وتختار المكان اللي هتسيف فيه الصورة. تمام.